السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة فيديو جديد، وان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هيعجبكم. هنعمل فيه حاجات كتير جدا من تنظيفات بقى واكل، وان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم. اول حاجة كده زي ما انتم شايفين دي قصريتين زرع. واحدة كنت حاطة فيها جذور بتاعت نعناع. ربطة النعناع لما بتخلص باخد الجذور بتاعتها وببدأ احطها في التينة فبتطلع لي زرع من اول وجديد. بالنسبة للزرعة اللي هي الطويلة دي بحط فيها اي بذور عندي بقى، فلفل، ليمون، الكلام ده بتطلع برضو. ودول عايزة اقول لكم جايباهم من على العربيات اللي هي بتبقى بتاعة المشتل. بيطلعوا ورد، بس للأسف ان هي بحس ان هي ما بتيجي البيت سبحان الله يعني بتموت تاني، معرفش ليه. تمام، فهبدأ الاول كده اسقيهم زي ما انتوا شايفين، لان الطينة عندي نشفت جدا، بقالي يومين ما عملتش، ما سقيتهاش ميه. فهبدأ اسقيها زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ اجيب بس حاجة كده احط فيها اثار الزرع دي عشان طبعا الميه ما تنزليش على الارض. وهبدأ ازرعها. دي الزرعة دي مش عايزة شمس، يعني شمس على طول، هي عايزة يتحط في مكان يكون بيدخل لها ضوء شمس عشان تبدأ ان هي تطلع الورد بتاعها. عايزة اقول لكم انا من محبين الزرع والعصافير والحاجات دي، يعني بتدي طاقة ايجابية بصراحة. هنا بقى كنت جايبة كرنب. كنت جايبة 3 المقاس ده زي ما انتوا شايفين كده، كانوا عاملين حوالي 60 جنيه، يعني الواحدة واقفة عليا ب20 جنيه. هي يعني حجمها كويس، مش صغيرة ولا كبيرة. تمام. هبدأ بقى اقطع الورق بتاعها زي ما انتوا شايفين. لو حابة ان انتي تحطيها في الحلة على طول وتبدأي تطلعي منها ورقة ورقة وهي في الحلة، تمام. خايفة ان انتي لما تيجي تحطيها في المية مثلا تدلق عليكي ولا الكلام ده. خليكي في الطريقة دي اسهل، يعني الطريقة دي أأمن وأسهل. إن أنا بقطع الورق زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده ببدأ بقى أغلي المية، وطبعا بحط لها شوية من الملح والكمون. وبعد كده ببدأ بقى أسلق براحتي. أبدأ أقطع طبعا الورق زي ما انتوا شايفين. في ناس بتحب ترمي الورق اللي هو الأخضر ده، بس أنا بصراحة أنا بحبه يعني أكتر كمان من الورق الأبيض. بحب الورق اللي هو الأخضر ده. هبدأ بقى اقطع كده ورقه ورقه، واحاول على قد ما اقدر ان انا اقطعها يعني مظبوطه عشان الورق بس ما يتقطعش معايا، لان ساعات بيبقى يعني لازق في قلب بعضه، فبيبقى صعب شويه ان انت بتطلعي. تمام. هنا بقى كنت سلقته، وهبدا اقطع بقى الكرنب في المصفى دي، وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا بقى خلاص كنت طبعا قطعته بالمقاس، طبعا بيبقى المقاس بتاعه وسط. لو حابة اكبر من كده او اصغر من كده حسب يعني راحتك. وهنا طبعا كنت معلقة على الصلصة تتسبك، وهنبدأ بقى نحشي. وبرضو تعالوا معايا. هنا الفريزر عندي كان مليان تلج، ولما باجي اخرج اي درج من الادراج التلج بيبقى حايش فيه. فطبعا قلت كده كده عايز ينزل كل التلج ده، ونبدأ بقى ننضفه ونشيل كل التلج ده وننظم بقى الادراج بتاعتنا. اهو زي ما انتوا شايفين، يعني الدرج بتاع الطماطم ده انا مش عارفه اطلع منه حاجه. اهو بصوا التلج عامل ازاي، مع ان المفروض ان الديب فريزر ده نور فروست، بس من طبعا ما بيعملش تلج الا من كتر الفتح والقفل، يعني كل شويه بيتفتح ويتقفل، فبالتالي بيجمع تلج بسرعه. حتى بصوا التلج على الباب بالشكل ده. هنا طبعا فضيت الادراج اللي هي كانت سهله ان هي تطلع معايا، والادراج التانية سايباها بس لغاية ما التلج يسيح معايا. هنا بصوا بدأ يسيح. هبدأ انزل كده بايدي زي ما انتوا شايفين. وكده خلاص انا طلعت بقية الادراج. هبدأ بقى انظم كل يعني درج
بالحاجة اللي فيه. وطبعا خلصته، وبعد كده دخلت بقى على الحمام، مسكت البطانيتين دول نقعتهم وسبتهم كده يتنقعوا شوية وبعد كده نغسلهم ونشطفهم. هنا بقى كنت لميت طبعا السجاجيد ولميت كل الفرش بتاع الشقة، وطبعا هنبدأ بقى نغسله. عايزة اقول لكم اليوم ده كان بالنسبة لي هدى، يعني من اكل لغسيل بطاطين وكده. طبعا بعد بقى ما شلت السجاد فرشت بقى حفاظات كده في الاوضه، عشان طبعا مش هينفع ان احنا نقعد على الارض من غير حاجه على الارض. ففرشت كده الحفاظات ورتبت الاوضه كده زي ما انتوا شايفين كده. وهنا برضك اوضه الاطفال برضو شلت السجاجيد وشلت طبعا الملايات وسبت لهم بس الكبرتات كده على السرير زي ما انتوا شايفين كده. انا كده ببدأ اشيل حاجة حاجة، ونبدأ بقى نشيل حاجة حاجة ننضفها. زي ما انت قلت لكم ان انا مش هينفع ان انا اسيب الارض كده عريانة، فبحط اي حاجة كده في الارض. تمام. هنا بقى لميت كاوتشات الولاد وحطيتها طبعا في الغسالة تتغسل. بصوا طلعت زي الفل وما فيهاش اي حاجة. هسيبها بقى كده تنشف كده على الترابيزة، يعني ما بحبش انشرها بصراحة، بخاف ان حاجة تقع، فبحطهم كده بينشفوا اهو. هنا بقى دخلت على الحمام، بدأت بقى اغسل اللي هو بديل السجاد زي ما انتوا شايفين. وعملت له كده خلطة، بجيب الصابون اللي هو البلدي، بدأت ابشره وحطيته كده في مية سخنة وبدأت ادوبه، وبقيت اخد منه واغسل السجاجيد طبعا مع الربس والكلور وكده. بس عايزه اقول لكم الصابون ده بينضف جدا، يعني لو عندك السجاده فيها فاتح زي عندي كده، الحتت الفاتحه دي بتنور. هنا بقى حطيت السجاجيد في قلب الصاله، وبدأت بقى اجيب الخرطوم وبدأنا نغسلها زي ما انتوا شايفين. طبعا انا غسلت كله، فمش كل حاجة انا صورتها بصراحة. فهنا بقى شايفين المية، طبعا الدنيا هنا عندي اتكركبت، طلعت بقى كله كده على الريسبشن فوق، وسبت دي بقى اللي فاضية. هنبدأ بقى نلم المية بتاعتنا. هنا بقى كنت خلصت طبعا البطاطين وسبتها تصفي كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كنت طبعا نشرتها، وطبعا نشرت دي كنت غسلاها في الغسالة، وهسيبهم كده لغاية ان شاء الله ما ينشفوا. اهو زي ما انتوا شايفين. هنبدأ برضو نخلع بقى الستاير. بصوا الستاير يعني من كتر التراب، يعني عايزة اقول لكم شكلها صعب بصراحة. كل ده هيتخلع وهيتغسل. زي ما انتوا شايفين حطيت الزرع هنا، قلت برضك عشان يبقى ياخد ضوء كده من الشمس. وهنا خلاص بقى كنت خلصت المحشي، طبعا حشيته وسويته واتمنى بقى ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير. عايزه اقول لكم ان طلع طعمه تحفه. طبعا كان عندي ورق عنب برضك، طلعته كده جنب الكرنب وسويته، طلع زي السكر بصراحه. اتمنى بقى لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير. مع السلامه.